كلنا واحنا صغيرين كنا بنسمع عن مدن غريبة اختفت فجأة من غير ما تسيب أثر، وكنا بنفتكرها قصص قبل النوم وخلاص. لكن مع الوقت العلماء بقوا يكتشفوا حاجات بتقول أن الموضوع مش خيال ولا أساطير زي ما كنا متصورين، وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: أي مدن كاملة تقوم، تعيش وتزدهر وبعدين تختفي من على وش الأرض كأنها عمرها ما كانت موجودة؟ والأغرب كمان أن نفس الظاهرة تكررت في كذا مكان حوالين العالم، رغم أن الحضارات دي ما كانش ليها أي علاقة ببعض. فهل كل ده صدفة ولا في سر كبير مستخبي ورا الحكاية دي؟ خليني أحكي لكم الموضوع من أوله للخيره، وصدقوني هتتفاجئوا. أول مدينة نبدأ بيها هي أشهر مدينة ضايعة في التاريخ، أتلانتس. اغلب الناس مقتنعين أنها مجرد أسطورة يونانية، بس الغريب أن وصف المدينة بيتكرر في حضارات تانية من غير ما يكون بينهم تواصل. بيحكوا عن مكان متقدم جدا وغرق فجأة في ليلة واحدة. طب أزئي حضارات بعيدة توصف نفس الحكاية بنفس التفاصيل تقريبا. والأغرب أن العلماء أنها أدهم لقوا فعلا مناطق كاملة تحت البحر، باينة أنها كانت مدن حقيقية واتغطت بشكل مفاجئ. يعني الموضوع مش هزار. نروح بقي لمدينة تونيا ضايعة، بس دي مش أسطورة، دي موجودة فعلا تحت البحر، مدينة باي الإيطالية. المدينة دي كانت بمثابة لأسفيجاس الرومان، حفلات وناس، أغنية وفلوس، وفجأة الأرض نزلت تحت رجلين الناس وغرقت بالكامل. الرومان زمان كانوا بيقولون أن المدينة دي ملعونة، بس العلم الحديث بيقول أن اللي حصل كان غريب ومفاجئ لدرجة مش طبيعية، لدرجة أن العلماء نفسهم مش عارفين يحددوا اللحظة اللي انهارت فيها الأرض. نسيب الغرق شوية ونروح لاختفاء من نوع تاني خالص، حضارة السند. دي حضارة كانت من أكبر حضارات العالم، مدن ضخمة ومخططينها بذكاء، نية وصف صحيح من زمان أو قبل ما العالم يعرف الكلام ده. وبعدين فجأة الناس اختفت، لا حرب، لا وباء، لا جثث، لا حاجة. العلماء حرفيا مش فلهمين راحوا فين. كأن السكان صحوا الصبح وقرروا يسيبوا كل حاجة ويمشوا من غير ما يقولوا لحد هيروحوا على فين ولا ليا. طب هل الموضوع ده حصل في مكان واحد؟ لا، دي هتكرر في حضارات بعيدة جدا عن بعض. يعني مثلا حضارة المايا، كان عندهم مدن ثقيلة ومعمار ضخم ونظام كتابة وعلوم، وفجأة انهار كل ده وناس كتير سبوا المدن، وبرضة العلماء مش لاقين تفسير ثابت. والغريب أن كل الحضارات اللي اختفت كانت عايشة في أماكن قوية اقتصاديا وأقوى حضاريا. يعني مش منطقي فجأة تسيب كل ده كده وخلاص. فهنا السؤال اللي لازم يتساءل: هل كان في حدث عالمي حصل زمان ومحدش عرف يحكي عنه بشكل واضح؟ هل في كارثة كبيرة مسحت مدن كاملة؟ ولا في حاجة أكبر من اللي إحنا متخيلينه؟ لما نقارن اللي قالته الأساطير مع اللي اكتشفه المؤرخين، وبعد كده نحط عليهم الدلائل العلمية الحديثة، هنلاقي صورة غريبة بتتكون قدامنا، صورة بتقول أن ظاهرة اختفاء المدن مش حاجة حصلت مرة ولا اتنين، لا، دي حصلت كتير وبنفس الطريقة تقريبا. والبعض بيقول أن ممكن يكون في موجات بحرية عملاقة أو زلازل ضخمة أو تغير مفاجئ في المناخ، بس حتى التفسيرات دي مش كافية، لأن في مدن اختفت من غير أي دليل على دمار أصلا، كأن في قوة ما خدت المكان وسكانه من غير ما تسيب وراها حاجة. كل ده بيخلينا نفكر: هل فعلا قصص المدن المفقودة كانت مجرد حكاية، ولا كانت ذكريات مشوشة للي حصل فعلا؟ وهل ممكن يكون في مدن تونية تحت الأرض أو تحت المحيطات وإحنا لسه ما اكتشفناهاش؟ المهم في كل اللي حكيت لكم ده أننا مش قدام صدفة، إحنا قدام نمط متكرر، نمط بيقول أن العالم زمان كان بيشهد حاجات أكبر بكتير من اللي بنشوفه دلوقتي، وأن مدن كاملة ممكن تكون اتشالت من الوجود في لحظة. ولو ده حصل قبل كده، مين قال أنه مش ممكن يحصل تاني؟ لو وصلت لحد هنا فأنت من الناس الثقيلة اللي بتكمل للأخر. اعمل لأيك علشان نعرفه، واكتب لي في التعليقات مدينة تحب نتكلم عنها الحلقة الجاي. سلام. لو عايزه أطول أكتر أو أقصر، أو تزوده تفاصيل، أو أحوله لستايل عمرو عابدين أكتر، قول لي واضبط حولك.